الناس حتى دعوة غير المسلمين. يعني غير المسلم اللي هي عندك وهيكون مجادل وقد يكون عدوك، أسلوبه في الدعوة مش العافية ولو الدراع، أسلوبه في الدعوة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يبقى هنا شوف يعني الكلام مع مين؟ مع أهل الكتاب، يعني مع غير المسلمين. عند المجادلة يكون الأسلوب بالتي هي أحسن. اتكلمنا الحلقة الماضية عن الحكمة، الأسلوب الدعوة بالحكمة. هنلاحظ إن لما ربنا قال بالحكمة ما قالش بالحكمة الحسنة، لكن ذكر كلمة الحسنة عند الكلام أو عند أسلوب الموعظة. يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما قالش الحكمة الحسنة. وبعدين والموعظة الحسنة، وبعدين وجادلهم بالتي هي أحسن. ليه ما قالش الحكمة الحسنة؟ لأن الأصل في الحكمة إن هي تكون حسنة. ما فيش حكمة حسنة وحكمة سيئة، لأن الحكمة معناها وضع الشيء في مكانه. فطالما أنا هحط الحاجة في مكانها يبقى ده أحسن حاجة، ما فيش أحسن من كده. يعني وضع الشيء في مكانه. حتى كانوا يعني العرب يسموا الشيء ده، يقولوا على هذا الشيء محكم. محكم يعني محطوط في مكانه تمام، ما فيش فيه خلل، لا يقبل النقصان أو لا يقبل الطعن، شيء محكم. كانوا بيسموا الحبل الذي يربط به البعير أو تربط به الماشية عشان تثبت في مكانها ما تمشيش للناحية دي ولا الناحية دي، يسموها الحكمة. الحكمة يعني الحبل الذي يربط به البعير أو تربط به الماشية عشان يثبتها في مكانها. فالحكمة معناها وضع الشيء في مكانه. وبالتالي مش محتاجة وصف، مش محتاجة أن أقول حكمة حسنة، لأن الحكمة أساسا حسنة. وقلنا إن من الحكمة موافقة الموضوع مع المناسبة. ما ينفعش أكون في فرح وأتكلم عن الموت، ما ينفعش أكون في ميتم وأتكلم عن الزواج، ما ينفعش أكون في كتب كتاب وأتكلم عن الطلاق. من الحكمة عدم تسفيه المخاطبين باعتبارهم جهال. ما بقاش أنا دايما بتكلم مع الناس على إني أعلم أهل الأرض، وإن أي حد تاني يبقى ما بيفهمش حاجة، وأي حد تاني جاهل، وأنا بس اللي ربنا أودعني علم الدنيا والآخرة وكل الناس ما بتفهمش. لا، هذا ليس من الحكمة في شيء. حتى وإن كنت أعلم أهل الأرض وكان هذا هو الأسلوب بتاعك في الدعوة، فاعلم أن دعوتك مش هيكون لها أي ثمرة. دايما المشاهد أو دايما المستمع أو دايما المتلقي بوجه عام ما بيحبش أنه يشعر بتعالي المعلم أو بتسفيه المعلم له. لو أنا تلميذ عند واحد عالم وأنا أعلم أنه أعلم أهل الأرض ومتأكد من كده أنه عالم جدا ومفيش حد أحسن منه، لكن بشعر فيه دايما بنعرة أو بنبرة تعالي، بزهو، بأنه بيتكلم كده بشيء من الزهو والفخر، حتى وإن كان عالم هلاقي نفسي كده يعني مش طايق المسألة، مش حابب الموضوع قوي. يعني فلازم الإنسان يتعامل مع الغير. العالم يتعامل مع التلميذ أو مع المتلقي على إنه إنسان بيفهم ومحترم دون تعالي ودون مفاخرة. أنا على فكرة الكلام ده اتكلمت فيه الحلقة الماضية بشيء من التبسيط وبشيء من السعة أيضا. بس النهاردة بفكر حضراتكم يعني النمرة 3 احترام معتقدات المخاطبين في الأمور الفرعية. لما يكون في مسألة فقهية مثلا فرعية وفيها خلافات وبتحتمل أكتر من رأي، ما تمسكش أنا برأي واحد وأحجر على بقية الآراء. ودايما أقول للناس يعني إن هذا هو الجملة المشهورة، يقول لك قولا واحدا، الحكم في المسألة كذا 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 قولا واحدا. ما فيش حاجة اسمها قولا واحدا في الدنيا، يعني اللهم إلا مسائل قليلة، احتراما طبعا لمن قال ذلك عشان برضو ما نسفهش الآخر احنا كمان في نفس المشكلة. لا، نحترم الآخر ماشي، لكن مسألة ان احنا يبقى دايما التركيز من بعض العلماء على ان هذا الكلام قولا واحدا. ما فيش في الفقه غالبا يعني في الأمور الفرعية مسألة فيها قول واحد. دايما هتلاقي في أي مسألة فرعية يعني إيه فرعية؟ أي مسألة غير الأصول، يعني الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات في اليوم والليلة ما فيهمش خلاف، ده نقدر نقول قولا واحدا لأن اللي حدد ده القرآن.
الظهر 4 ركعات قولا واحدا، العصر 4 ركعات قولا واحدا. لكن نيجي بقى في سنة الظهر، هي 2 قبل و2 بعد، ولا 2 قبل و4 بعد، ولا 4 قبل و4 بعد؟ مش هتلاقي قولا واحدا في الحكاية دي، هتلاقي فيه أقوال كده وأقوال كده. نيجي مثلا في مسألة اللحية، مش هتلاقي قولا واحدا. مسألة النقاب والحجاب مش هتلاقي قولا واحدا. هو قولا واحدا لما أكون أنا بنتمي لفئة معينة. يعني لما أقول مثلا مثلا الأحناف مثلا قالوا كذا في المسألة الفلانية قولا واحدا، لأن هم أحناف. لكن مش معنى ذلك ان الشافعية وافقوهم، وان المالكية وافقوهم، وان الحنابلة وافقوهم، وان الظاهرية وافقوهم، وان المتأخرين وافقوهم. مش معنى ذلك كده. يبقى قولا واحدا عند فئة معينة، عند فئة معينة يبقى ممكن يبقى المسألة دي قولا واحدا. لكن قولا واحدا عند كل العلماء وكل المسلمين في كل العصور، اعتقد ان هذا الكلام بيحتاج الى يعني مراجعات في الموضوعات دي. يبقى انا ما اقدرش اقول، المفروض انا كداعية لا اسفه احلام الاخرين، ولا اقلل من علم الاخرين، ولا احجر على اراء الاخرين وخصوصا المخالفين. دايما الفقه علمنا ان انا احترم الرأي الاخر اللي هو قد يكون مخالف لرأيي انا. ومشهور في المسألة دي قول سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ما قالش بقى أنا رأيي صح وأي حد غيري غلط. لا، أنا رأيي صح في معتقدي أنا، وإلا لو أنا عارف إن رأيي غلط ما كنتش حكمت بيه. يعني لو أنا رأيي غلط وأنا أعلم إن هو غلط وأقول بيه، يبقى أنا إنسان مضل. فأنا اعتقادي حسب اجتهادي إن رأيي صح، ولكن في نفس الوقت هو مش صح مطلق. يعني مفيش عصمة لحد إلا للأنبياء والمرسلين. يبقى طالما أنا مش معصوم، يبقى أنا اجتهادي وصلني، أو أنا اعتقادي وصلني إن رأيي صح باجتهادي وبفكري. لكن في نفس الوقت لأن مش معصوم فهو يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ عندي. طالما أنا مخالف ليه وأنا بعتقد إن رأيي صح، يبقى رأي غيري غلط. وإلا لو أنا بقول رأيي صح ورأي غيري صح وإحنا الاثنين مختلفين لبعض، يبقى مفيش عقل هنا. يبقى لازم في حد غلط. واحد بيقول لي بيتكم ناحيانها، انا قلت الناحيه دي وانا متاكد، وواحد قال لي الناحيه دي وانا متاكد. انا متاكد ان الناحيه دي، اقول هو صح. ازاي؟ يبقى انا كده مفيش ضبط او مفيش تركيز في الكلام. يبقى رايي صواب يحتمل الخطا لان مفيش عصمه لحد، وراي غيري خطا لان معتقد غيره يحتمل الصواب لان ممكن اكون غلط لان مش معصوم برضه. فهمتوا المساله؟ فما نتشبث براي واحد ودايما نغلط الاخر. وديت المشكله اللي بيقع فيها بعض العلماء أو بعض المشايخ، إن هو يتمسك برأيه وينكر رأي الآخر، والآخر يتمسك برأيه وينكر رأي صاحبنا، فتقع الخلافات والمشاكل. ويجي الإعلام بقى يصطفى الماء العكرة ويجيبوا الاثنين يقعدوا قدام بعض، وده يدافع عن رأيه وده يدافع عن رأيه، رغم إن الاثنين رأيهم ممكن يكون صح، وإن الشرع يتسع لكل أو لهذين الرأيين ولأكثر من كده. يبقى احترام، يبقى هنا عدم حكر او عدم ان انا احجر على راي الاخر. احترام عقليه المستمع ومخاطبته بما يفهمه. انا في بلد فلاحين اتكلم بلغتهم واتكلم في مسائل هم يفهموها، ما اقعدش هناك اتكلم واقول لهم وكاله ناسا الامريكيه اكتشفت ما اعرفش ايه فوق ظهر هم على قد حالهم، بسطاء محترمين زي اهالينا. انا من الفحيين، انا لا اقلل من شأن حد يعني، لكن بقول البيئة نفسها بيئة بسيطة. محتاج الراجل يسمع منك زكاة المال قد ايه سنة دي، محتاج يسمع منك الموعظة في الصيام والزكاة وكذا وكذا. اما اكون بقى في محفل علمي وقاعد قدام منك تلامذة كتير ومعظمهم طلاب علم ومثقفين، اتكلم ايوه في اخر المستجدات على الساحة السياسية، اخر الاخبار على الساحة الرياضية، اخر الاخبار على الساحة حسب الجو اللي انت قاعد فيه. اتكلم عن بقى وكالة ناسا واكتشاف مية على ظهر المريخ، واتكلم ماشي، لكن مع بسطاء. وتتكلم في حاجات زي كده هتبقى انت بتدن في مالطا. بتدن مالطا يمكن بقى فيها مسلمين دلوقتي، الادام فيها ينفع يعني تدن في حته ما فيهاش مسلمين اساسا يعني. فالمساله محتاجه ان انت تحترم عقليه الاخر. انا بتكلم مع اختي الداعيه اللي هي بتشتغل في حقل الدعوه او ناويه تكون في حقل الدعوه، بديها
نقط سريعة كده. قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يفهموه إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني أنت لو تتكلم مع حد في موضوع هو مش مستوعب هذا الموضوع، ممكن هذا الموضوع بدل ما ينفعه يضره. تتكلم مثلا تقول في مسألة فقهية معقدة مع جماعة بسطاء زي أهالينا كده البسطاء، فممكن هو يسمع إن فلان خالف فلان، يقوم يطلع مفتون يقول لك يا خبر أبيض، بقى الناس دي كانت بتتخانق مع بعضها، بقى الشافعي وأبو حنيفة كانوا بيتخانقوا مع بعض، وده طب يا عم، طب ما يمكن بقى فيهم واحد صح وفيهم واحد غلط، طب نسمع كلام مين يا جماعة؟ ده احنا كده تهنا واتلخبطنا ومش عارف ايه. هو مش مستوعب إن فيه الدليل وفيه فقه الدليل أو فهم الدليل، وان يعني المساله ممكن تكون صح، مش هيستوعب المساله. فحضرتك ما تدخلش الناس في خلافات اذا كانوا لا يستطيعوا ان يفقهوا هذه الخلافات او ان يفهموا هذه الخلافات. وحضرتك بتتكلمي مع جيرانك البسطاء، امهاتنا واخواتنا البسطاء، اتكلمي في موضوعات يقدروا انهم يفهموها. ما تتكلميش معاهم في موضوعات خياليه، موضوعات افتراضيه، موضوعات من الماضي البعيد لا تقدم ولا تؤخر، موضوعات من عالم آخر لا يمت لعالمنا بصلة. اتكلمي عن الموضوعات اللي هم عايشينها واللي يقدروا يفهموها من حضرتك. حدثوا الناس عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يفقهون أو بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وده اللي أنا بقوله، إنك لو اتكلمت مع حد بأسلوب في موضوع هو مش هيفهمه ممكن يكذب. واحنا قلنا بقى الكلام ده، قلنا لما تيجي مثلا مع جماعة غربيين او جماعة لسه داخلين الاسلام، يعني يعرفوا عن الاسلام كده معلومات بسيطة قوي، وتيجي تقول له حديث الذبابة. انا قلت الاسبوع الماضي الكلام، مش الاسبوع الماضي، الاسبوع اللي قبله، يعني انك انت اذا وقعت ذبابة في اناء احدكم فليغمسها. لو وقعت ذبابة في كوباية المية دي او في كوباية الشاي ديت، ما طلعهاش ترميها، لا نزلها بصباعك كده جوه وبعدين طلعها ارميها. فلو واحد بيقرف او واحد مش فاهم يقول لك ايه الدين اللي كله حاجات تقوم النفس دي مثلا، يعني ازاي الاسلام ده حاجه، ده ما فيش نظافه يا راجل، ده الاسلام بيقول لو البتاعه وقعت مش عارف يعمل فيها ايه واشرب الكوب. الله، اذا وقعت لقمه على الارض في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معناه يعني اذا وقعت لقمه فلينفضها، ياخد اللقمه العيش ينفضها كده، ينفخها كده وايه وياكلها. لو انت قلت الكلام ده لحد مش فاهم يقول لك يا عم طب انفضها واكلها ليه، مرميها احسن مثلا، يعني ده ايه، طب افرض في ميكروبات، افرض ده دندين غريب قوي فممكن يكذب. هنا بقى لما صاحبنا يقول ايه ده، معقول الاسلام قال كده؟ لا 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 يا راجل، لا لا، مش شوف هو هنا وصل لمرحله ان هو بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو وحي من الله عز وجل، ان هو الا وحي يوحى من غير ما يشعر. يبقى انت سيبه الاول لما يفقه الاسلام ولما يفهم الاسلام كويس، ونبدا بعد كده اكلمه في المسائل اللي بعد اقتناعه بالاسلام ممكن يتقبل هذه المساله، او هيكون عنده على الاقل من الحرص على عدم الخروج من الاسلام اللي هيخليه يتقبلها حتى وان لم يفهمها او يعقلها. زي ما احنا كده في حاجات ما احناش فاهمينها وبنقول طالما ربنا قالها او الرسول قالها امين يا رب العالمين، صدق رسول الله، طالما قالها رغم ان احنا مش فاهمينها، بس اسلامنا عقيدتنا علمتنا ان احنا خلاص ما اقدرش ارفض حاجه الرسول قالها حتى وان كانت هذه المساله مش داخله دماغي. معايا مين يا محمد؟ دكتوره فاطمه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا بحيي حضرتك يا دكتور. الله يكرمك، حياكم الله. وكلام حضرتك حقيقي يعني بيخاطب النفس البشريه قبل العقل، يعني حياكم الله، جزاكم وده الله خير. يعني اكتر حاجه للوصول. جزاكم الله خير. هو كلام حضرتك كويس جدا جدا. النهارده اصبح في اكاديميات لاستخدام الماده العلميه لكيفيه التحدث. يعني يدعي او الداعيه النهارده انا بلاحظ حاجات كتير جدا في عملنا في اماكن كتير بندخل نصلي مثلا جماعه وفاجئ ان في اخت قامت وقالت كلمتين وسريع سريع وزي ما يكون حد بيجري وراها. طبعا هي عندها ماده علميه عايزه توصلها، بس طريقه التوصيل تبقى ازاي؟ في انا ببقى نفسي اسمع حاجه او غيري، بس الطريقه نفسها مش هي، مش المخاطبه يعني. فانا اتمنى حضرتك تتبنى الجزئيه دي، ان يبقى في اكاديميه
لخريج الدعاة كي